اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيون حبايبي احلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وسعاده وهنا. ربنا يسعدكم ويفرحكم دايما ويكبر بخاطركم زي ما انتوا بتكبروا خاطري في التعليقات ولايكاتكم ليا. النهارده هنعمل الفراخ البلدي، هنطلع منها احلى شوربه. هنعمل بيها الاكل كله، هتبقى جميله جدا جدا جدا. هتعملي الشوربه زي الشيفات ما بتعملها في المطاعم وزي الافراح. هقولك على سر الخلطه بتاعت الشوربه، جميله جدا جدا جدا. اعمليها بالطريقه ديت هتطعملك الاكل كله، هتخليه زي العسل معاكي. طعمه هيبقى مختلف وهيبقى جميل جدا ودسمه وحلوه قوي قوي قوي. حطي لايك بقى واشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو. معايا هنا اهوت فرخة هي بنات، دي 2 كيلو فرخة بلدي، اللي هي العتايق الكبيرة. معايا هنا حطيت عليها فلفل اسمر وبهارات وملح بس، ودعكتها من بره ومن جوه. طبعا بعد ما تنقعها بملح وخل وليمون وتعملي لها المحلول ده، وبعدين لو لقيتي فيها زفارة بتدعكيها بدقيق تاني، وبعدين تغسليها وتحطي عليها البهارات اللي انا حطيتها دي. تمام. هنا معايا بقى هو اتحل على النار، حطيت فيها معلقتين سمنه كبار، ورحت حاطه الفرخه بتاعتي هي على طول من غير اي حاجه. بتديها هي صدمه من الوش ومن الظهر زي ما انت شايفه كده، وبعدين بتقلبيها الناحيه التانية هي تاخد صدمه، وتنزلي البهارات بتاعتك الصحيحه اللي هي ورق اللورا والحبان والمستكه والقرنفل والقرفه. تمام. عندك قرفه خشب حطي، عندك اللي هي البودر حطي. تمام. بنحط حاجة بسيطة منها كده، يعني ربع معلقة ولا حاجة. ولو عندك عيدان بتحطي عودين. حطينا البهارات الصحيحة اهيت. هننزل بقى بالخضار بتاعي، معايا طماطم ومعايا جزر وبصل وفلفل وتوم. نزلنا اهوت بقى، انا مقطعاها حتت اهيت صغيرة زي ما انتم شايفين. نزلنا على الفرخة بقى، وشوحنا تشويحتين، وبعدين رحت منزله البهارات اللي هي البودر، الفلفل الاسمر والبهارات مشكله بتاعه الفراخ، نص معلقه من كل ده، ونص معلقه كمون ونص معلقه كيرش. تمام. خلاص كده يا بنات اهوت. يبقى تاني حطينا الفلفل الاسمر وحطينا بهارات وحطينا كاري وحطينا ملح. نزلتها وشوحتها تشويحتين كده مع الفرخة مع البهارات والخضار، بالفرخة بتاعتي طبعا. ونزلت عليها المرقة بتاعتي، مية عادية خالص من حنفية. نزلتها، واول ما غليت شلت الريم اللي بيبقى فوق ده زي ما انتوا شايفين كده، عشان الشوربة بتاعتي تبقى رايقة بعد ما تستوي. ادي الشوربة اهي بعد ما استوت اهيت. تحفة يا بنات، جميلة جدا الشوربة، يعني الضوء ظالمها كمان، ده هي دسمة خالص. عن كده هتشوفوها كمان الإضاءة هيت جابتها قوي هيت على الرخامة. شلت شوية وحطيتهم على الرخامة عشان تشوفوهم كويس برضو، عشان نزود بها المحشي بتاعي اهو. زي ما انتوا شايفين الشوربة جميلة، احلى شوربة تاكليها، تحفة تحفة تحفة. مش هتحط عليها اي توابل ولا اي حاجة، يا دوبك نص ليمونة وخلاص على كده. دي الشوربه كنت اهوت. طلعت شويه عشان اسقي بقى المحشي. كنت عامله محشي طبعا، اكل بقى بتاع زمان وريحه زمان، بالشوربه الرهيبه بتاعتي دي. جميله يا بنات، تحفه 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 تحفه. طبعا شوربه الفراخ جميله جدا للاطفال، اكلوه شربها لهم هتبقى جميله جدا. وعملت كمان ملوخيه، هي كنت بخرطها اهو زي ما انتم شايفين، ملوخيه خضرة طبعا. غسلتها طبعا ونشفتها، وبعدين رحت قاعده مخرطاها زي ما انتم شايفين كده. بتخرط يعني ما بتنعمهاش، او بتبقى يعني إيه خشنة حاجة بسيطة. خلاص كده. اول نقصت برضو نص الشوربة هي عشان اعمل بها الملوخية. حطيت الحلة بتاعتي نصها شوربة، طبعا على حسب الملوخية اللي انت هتعمليها. حطيت الحلة نصها شوربة، اول ما غليت رحت منزلة بالملوخية بتاعتي على طول، طبعا بعد ما خرطتها. بديها غلوة واحدة واروح شايلاها بس، ما تهريش وتنكتي فيها بقى عشان ما تغمقش معاكي. انا عايزاها خضرة وجميلة كده زي ما هي. معايا هنا بقى يا بنات اهوت. هبدأ اعمل الطشة بتاعتها. معايا 5 6 فصوص توم، طبعا هرساهم اهوت في الكبة، ونزلت عليهم بمكعب مرق، ومعلقة زبدة او سمنة او معلقتين زيت. تمام. عندك ده عندك ده عندك ده حطي. خلاص اهوت. نزلت بالثوم اهوت والمكعب المرقه، وبدات اقلب فيهم اهوت لغايه ما ياخد اللون بتاعي الحلو، اللي هو اللون الذهبي الجميل ده اهو زي ما انتوا شايفينه كده كده زي العسل اهو. نزلت الملوخيه عليها، شايفين خضار الملوخيه عامله ازاي؟ تحفه يا بنات، جميله جدا 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 جدا. شايفين الملوخيه بعد ما الطشه حطيتها فيها زي العسل.
وادي الفرخة اهيت برضو شوحتها بمعلقتين زبدة اهيت في الطاسة زي ما انت شايفة كده، حاجة كده عسل 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 عسل. شوحتها شوية خفيفة، طبعا البلدي ما بيعملش قوي في الزيت، ما بتحطوش قوي تحمري في الزيت. وادي المحشي بتاعي اتغرف وبقى زي العسل. ايه رأيكم بقى في الاكل؟ حاجة كده عسل 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 عسل. والملوخية بتاعتي الجميلة، اكلة ترم العظم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن، مع السلامة. طبعا المحشي له فيديو تاني على القناة، اللي حابة تدخل تشوف المحشي